بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الأول جدارات قسم زخرفة. النهاردة هنشرح ازاي نعمل تقسيم لخط مستقيم إلى 4 أقسام، وازاي ننصف خط مستقيم إلى نصفين. نجيب هنا المسطرة بتاعتنا، ولازم نستخدم النوعية دي من المساطر لأن هي ممكن تغنيني عن المثلث. نبتدي نعمل خط مستقيم ونقول ألف ب على النقطتين بتوع المستقيم. بعد كده بناخد بسن البرجل ونقيس ونفتحه على مقاس أكبر من النص، وناخد قوس فوق وقوس تحت من نقطة ألف، والعكس من عند ب ناخد قوس فوق وقوس تحت، ولازم تكون بنفس الفتحة اللي فتحنا بيها البرجل أكبر من النص. بعد كده هنوصل التقاطعات اللي قابلتنا، وبكده نكون نصفنا المستقيم إلى قطعتين متساويتين. نبتدي بقى نعمل إن احنا ننصف خط مستقيم أو قطعة مستقيمة إلى 4 أجزاء متساويين. ممكن ان احنا ناخد تسجيل شاشة للشرح دوت ويفضل معنا على التليفون، نفهم منه ازاي نعمل، ازاي ننفذ الرسومات اللي علينا. طيب نعمل قطعة مستقيمة برضو ونسميها ألف ب، ونبتدي نفتح فتحة أكبر من النص، ناخد قوس فوق وناخد قوس تحت، ومن عند ب برضو نفس القصة، ناخد قوس ونقطعه مع القوس الأولاني، ونبتدي نوصل التقاطعات مع بعضها. نسمي النقطة ديت مثلا ميم. بعد كده نفتح البرجل بقى من ألف ميم، ونعمل قوس فوق وقوس تحت، ونركز عند ميم ونعمل تقاطع للقوس فوق وتحت. نفس القصة الناحية التانية، من ميم ب وب ميم نعمل تقاطع من فوق وتحت. هيبقى عندنا النقط دي هنبتدي نوصل التقاطعات بتاعة ميم ألف والتقاطعات بتاعة ميم ب. يبقى بكده احنا عملنا قطعة مستقيمة وقسمناها إلى 4 أجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.